فعلى حسب طلب المتابعين يا زيد، من الافضل هل تاخذ لبوبجي تكنو سبارك 10 سي، او خلينا ندهله ونختصر هذا الكلام بتكنو 10 سي، وخلينا نختصر الجمله الثانيه بتكنو 10 برو. طب يا زيد ايه افضل ناخده؟ هو ال 10 سي افضل من ال 10 برو، ولا بالعكس ال 10 برو افضل من ال 10 سي؟ وباختصار من الافضل تكنو سبارك 10 سي او تكنو سبارك 10 برو في لعبه بوبجي موبايل؟ فهي فكره الفيديو لليوم. فين انت اذا جيت على القناه تسوي لايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس، ما بقيت لي ال1000 مشترك. همتكم همتكم همتكم، انا بوثق فيكم. وخلينا نبدا بالفيديو على طول. هلا انا من خلال تجربتي لهدول الجوالة مثل ما شفتوا بالقناه اني انا جربت تكنو سبارك 10 سي وكمان جربت السبارك 10 برو. انا جربت هدول الجهازين وعرفت من الاقوى ومن الاحسن ومن الاكثر استقراريه اثناء المواجهات القريبه والبعيده بس بلعبه بوبجي موبايل. وعلما ان جهاز تكنو سبارك 10 سي والتكنو سبارك 10 برو الاثنين يدعمون 40 فريم مع اتش دي 30 فريم. فانت رح تقول لي يا زيد طب الاثنين 40 فريم يعني الاثنين 40 يعني 40 و40 يعني كانك مثلا عم تلعب 60 و60، يعني ما في فرق بين ال 40 و40. فهذا تفكير غلط. هلا انا رح اخذها على سبيل المثال انك تلعب 40 فريم وشويه لاج اثناء المواجهات اول ما بتنزل بالخريطه بالمود، اما 40 فريم ثابتين بدون لاج، كانك اول ما بتنزل بالمود وبتواجه مواجهات القريبه ولا لاج ولا اي شيء نهائيا، صافيه كانك بتلعب 60. فهذا هو المثال الاوضح وراح اوضح لكم اكثر من هيك. انا بصراحه جربت ال10 سي اول ما انزل في المواجهات اثناء انزل مثلا بالمود، سواء كان مود الديناصور اللي راح سواء كان مود الدراغون بول اللي راح، او سواء كان مود هلا مود الزومبي. خلينا نحكي شويه عن مود الزومبي مثلا. او ما بتنزل بمود الزومبي، يعني نزلت فيديو امبارح ورجيتكم اللعبه هاند كام على 10 سي، فحط لكم الرابط بعد صندوق الوصف اذا حابب تعرف اكثر عن 10 سي، فالرابط تحت بصندوق الوصف. هلا ال10 سي انا اول ما انزل اثناء المواجهات في المود يصبح شويه لاغ، بس هيك لاغ مو واضح، يعني لاغ يعني بسيط، نزل على 38 فريم على 35 فريم، يعني تلاحظ بوجودك تقل، بس مو تقل يعني فينك تقاوم هذا الشيء. مو مثل باقي الاجهزه ما بتفتح الخريطه وبتطنطن ويعني وعم اقدم لك جوال من ال10 سي ب 100 دولار سعره. اما ال10 برو اللي حقه تقريبا فرضا على سبيل المثال 120 دولار، يعني فرق بيناتهم بس 20 دولار بين هذا وبين هذا. بس ال10 برو اول ما بتنزل بالمود ما في لاج نهائيا، يعني بتلعب صافي 40 فريم، لاج ما في، تقطيع ما في. هذا الفرق بين هذا وبين هذا الفرق بين 10 سي وال10 برو. فانا بقيم ال10 برو احسن من ال10 سي. ليش؟ رح تقولي ليش؟ ال10 برو ككاميرات كاداء ككاميرات كمواصفات حيكون افضل من ال10 سي. ال10 سي جربته بالكاميرات وما كان هالزياده كويس، عادي يعني وسط. اما ال10 برو بكاميراته افضل من ال10 سي، وهذا يعني نقطه لل10 برو. والنقطه الثانيه لل10 برو كمان انه ال10 برو اول ما بتنزل بالمود يعني لاغ ما في لاغ اصلا. بال10 سي في لاغ ايه، بس بال10 برو ما في لاج نهائيا. يعني ال10 سي يعني مو لاج يعني تفكر انه لاج وتقطيع وهيك، لا انت فهمتوني غلط، ركز معي. ال10 سي اول ما بتنزل بالمود شويه لاج، يعني بينزل 38 فريم و40 فريم، بينزل 38 هيك. اما ال10 برو استقراريه اكثر اثناء المواجهات القريبه والبعيده، يعني ما في فرق بين هالجهازين، بس ال10 برو بيعطيك استقراريه اكثر من ال10 سي. استقراريه فرضا بش عليك 4، هلا انت كنت بتلعب 20 فريم رح تفهم قصدي، فرضا بش عليك 4 وبتلعب 30 فريم، فرضا بش عليك 4، فالجهاز عندك رح يلقلك شويه لو بتلعب بال10 سي. ولاعبين ال10 سي تكنو سبارك 10 سي اكيد فهموا كلامي. اذا بشوفكم 4 يصير شوي ينزل 38 فريم، اما ال10 برو ما بينزل ولا فريم، بضل 40 فريم ثابتين، ما في لاج ما في تقطيع، عادي. يعني الامور بال10 برو ما شاء الله مثل اللوز. فانا بقيم يا زيد من خلال تجربتك الشخصيه لهالجهازين، هل تنصح بشراء تكنو سبارك 10 سي ولا بتنصح شراء تكنو سبارك 10 برو لبوبجي؟ علما انه فرق بين هاد وهاد الاثنين نزلوا بنفس السنه، وعلما الفرق بين هاد وهاد فقط سعر 20 دولار او 10 دولار، ما في هالفرق هالواضح، يعني فرق افراطات، يعني تدفع افراطات وتاخذ جهاز. فهمت شلون؟ يعني الفرق بينه وبين هذا افراطات، يعني مصاري شغلت 10 دولار وتجيب. فبنصحك انا بال10 برو. ال10 برو ممكن يقدم لك ميزات اكثر وممكن يخدمك اكثر من ال10 سي، وكمان بنصح بال10 سي كمان بيقدم لك نفس الميزات، بس ال10 برو افضل كاستقراريه المعالج للجيمنج. فزبده هذا الكلام انا بنصح بشراء تكنو سبارك 10 برو، ومثل ما قلت لكم الاسباب ككاميرات كاداء كاستقراريه للمعالج اكبر.
كبار، فأنا بعطي ال10 برو أفضل من ال10 بس هيك يا أساطير. بشكركم على الدعم الأسطوري اللي عم تقدموا لي إياه، يا رب يسعدكم يا رب. فبتمنى الدعم يتواصل بهذا الشكل، ولو تواصل الدعم بهذا الشكل فطبيعي أي يوتيوبر بيكون عنده دعم على القناة إجباري بده يستمر. فإذا جاي أي فكرة على بالك، جاي أي شيء على بالك إنك تسألني عن تكنو سبارك 10 سي أو عن تكنو سبارك 10 برو، أنا فعليا جربت هذول الجهازين، فالإنستا عندي تحت بصندوق الوصف. فبس هيك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.